السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهاتنا وفي مزرعة جديدة، وان شاء الله خير بإذن الله. دي المزرعة الجديدة اللي احنا نقلنا فيها يا جماعة، وبإذن الله طبعا هيتم النهاردة بإذن الله فرز الحمام. لأن طبعا الشغل هنا عشوائي شوية لسه. هنفرز الحمام وهنطلع بقى الايه الحمام اللي هو قديم من زمان بقاله كذا سنة، وهنطلع الشباب وهنطلع الدنيا وهنظبط الشغل ان شاء الله. هفرجكم كده ان شاء الله على الشغل اللي احنا بنعمله واحدة بواحدة. هنا يا جماعة العمال شغالين اهمت اول عشة ان شاء الله. طبعا العشش دي كلها يا جماعة احلال وتجديد من اول وجديد. هنمسك الحمام كله ونوريكم الفرز بيتم ازاي والشغل ازاي، والحمام الكبير هيستبعد والزغاليل هتتشال والشباب هيفضل زي ما هو. دول يا جماعه كده ايه عمليه الفرز معانا. ده طبعا الحمام اللي هو سنه كبير بيطلع خارج المنظومه خالص، والحمام الشباب بيتفرز. طبعا كل سن لوحده، اللي سنه كبير بيطلع بره، والحمام الشباب بيتم ايه وضع ايه 35 زوج، 35 انثى و35 ذكر في كل عش. الحمد لله يا جماعه انتهينا من فرز اول مجموعه، تمام، حوالي 11 عشه. طبعا طريقه الفرز زي ما انتوا شفتوا كده، احنا بندخل على العشه نمسك الحمام اللي فيها كله يتحط في الشبك، تمام، وبعدين بنمسك بقى فرد حمام كده، فرد فرد، نشوف الحمام الشباب اللي هو كويس وسنه كويس يفضل زي ما هو. الجواز منتجه فيهم حمام سنه كبير فوق الاربع سنين وخمس سنين، ده كله بيطلع خارج المنظومه بتاعتنا خالص. فيهم حمام زغاليل طبات صغيره بتطلع برضه تروح مكان تاني، وهكذا. وثبتنا عدد العشش على كل يعني كل عشه فيها رقم محدد، بحيث يكون العشش كلها نفس الايه الشكل ان شاء الله. انتظرونا في فيديو جديد ويوم جديد. ده فيديو بسيط كده، يعني حاجه بسيطه كده اتكلمت فيها بس عن الفرز كده سريعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي يوم جديد.